دائما ما نسمع احنا بمقولات ونسمع ايضا حتى بكتب واساطير قديمه يونانيه رومانيه انه من الحب ما قتل. اليوم شخص من يحب له انسان يقتل روحه على موته، او ربما يكون العكس. بزمننا احنا بوقتنا هذا ما شفنا انه هذا الموضوع موجود. اكو كثير طبعا من عمليات الخيانه وعدم الوفاء واللعب وما شاكل، هاي التسميات اللي موجوده. من الواقع أتينا إليكم بقصة ليس لها مثيل. كان يا مكان. هذه الخطوات لشاب اسمه علي من منطقة الشعلة من العاصمة بغداد. هذا الشاب أحب فتاة ل10 سنوات، كان جميل الشكل لدرجة أنه تتمناه كل الفتيات، وبسبب حبه لهذه الفتاة بدأت له ولأهله كل المعاناة، ليجولوا به اليوم في كافة المحافظات في مختلف أنحاء البلاد بما فعلته به حبيبته من سحر وشعوذة ولعنة لتلقيها عليه ليكون اليوم على هذا الحال. حبيت حال كل شاب يعني يحب بنية بيوصون فد طريق يعني يزودون فيه يعني على سنة الله ورسوله. بس هاي الإنسانة ما قدرت هذا الحب. زرعت عبالي تزرع البسمة يعني بحياتي. 10 سنوات الحب كان مالتنا. لا هي زرعت لي الأذية. أخذتني عندي فالنتي أم التلاقة ومن شعري قالت تريدين ذكرى. العفو كان الشورت مالتي فأخذته يعني كان الشورت يعني مو بإمكانيته الصحة النظيف أو هاي، فقدرت أن تمسح بمنطقة حساسة من جسمه. وهو أسبوع جابت لي هاي اللفة وهذا الجلاس مال اللبن، لفة مال كباب اعتيادية، فأكلتها وشربت اللبن. يعني جيت للبيت يعني شي دايخ يعني ما صار بي قبل. جيت البيت شعر وهاي قلت له ما اريد انام، نمت نوم اعتيادية بس انا مو وضعيتي انا انام ذيك وقت. نمت قعدت ماكو شعر. نعم اسناني قام من يوقعن. دواخلي ماكو شعر. واللي زاد بله اللي ردت ان تكمل شو اسمه العمل مالتها ها والخطه الاساسيه اللي هي هاي شوف هنا انا اقدر اروح فيها يعني بيدها الدين وقالت شنو شو هاي كرش لزمتني من هنا فصارت لنا 5 أصابع لنا 5 أصابع ما فطنت لنا طبت الحمام من سبحت شفتها. حتى يكتمل عملية السحر حسب ما نفذتها البنية اللي كان يحبها، كان اكو كثير من الخطوات حتى تتبعها. بعد ما أكل الأكل اللي يحتوي على السحر كانت تخلي إيديها بهالشكل حسب ما وصف لنا، هالشكل هذا. بنفس اليوم طب سبح، بعد ما سبح طلعت هاي العلامة على شكل الأصابع بنفس اليوم اللي هي نشوف هاي الأصبع وهاي الأصبع. هاي ايد وهاي انا يعني مثل كل شاب حبيت بنيه. اي مثل كل شاب يعني انا طالب عود سوني اريد اتقدم لمعهد فنون جميله، ولكن حبيت بنيه وهذه البنية كانت مطلقة. نعم. فحبيتها فصارت قصة حب يعني كلش قوية حيل. يعني قمت أنا أحبها أكثر من يعني آلاف الناس اللي تحب. يعني الناس كانوا يتمنون أن
يحبون هالبنية مثل ما أنا أحبها، أو هي كانت تتمنى طيتها عن أكثر من الحب اللي تريده هي. طيب شنو اللي صار؟ حقيقة هي البنية بعد تزوجت، هي كانت يعني من النوع اللي تغار علي، ما أعرف شنو هاي الأمور. بالبيت أنا ما عندي مشاكل كنت، يعني ويا الأم ويا الأب. أنت كانت حالتك طبيعية مو هيك؟ حالتي طبيعية جدا. هي شابتك من إجاها موضوع الزواج ووصبها وما أعرف شنو، على أحد يعني ما نقول مثلا أحد أقربائها وهاي. أخذت من بعض الأشياء من عندي، شعري، العفو، بعض من الشعر وفالنته متعلاقة. شلون أخذتها هاي؟ يعني أخذتها بيدها، نعم، وفالنته متعلاقة أنا كنت لابسها يعني، وفتشي يعني العفو ما أقدر أذكره بالهاي، أما تريدني أذكره أستاذ علي. تمام. يعني أخذت من الهاي. ورا أسبوع يعني التقيت وياها، انطتني لفة مال كباب وقلاص مال لبن. تمام. أكلت اللفة وشربت اللبن. فوقاها أكو أرادت تكمل هذا الموضوع، جابت دهن فمسحتها بيديها وخلتها هنا. هنا صار عندي 5 أصابع و5 أصابع على بطنك؟ على بطني، يعني 10 أصابع هنا، لأن أنا هذا قالب الطبيعي. اختلفت حياتي يعني، لأن نمت وقعدت ما لقيت شعر، ما طلع يعني، ما صار مثلا نقول مثلا هيجي